أما الآن مع نجوى كرم يلي كل الأنظار توجهت لها بالحلقة الأولى من العروض المباشرة من برنامج Arabs Got Talent يلي شهدت ظهورها الأول من بعد وفاة شقيقة أولى ويلي أبعدها عن كل النشاطات لحوالي شهرين. وفي هالفترة نجوى فضلت أنها تاخذ وقتها وتكون جنب عائلتها بهالوضع الصعب، فاختفت تماما حتى على اللقاءات الإعلامية وطلبت من الصحافة تحترم خصوصيتها، لكن لما رجعت الالتزامات الفنية حبت تشارك جمهورها بهالتجربة اللي حكت عنها حصريا لإيتي بالعربي. بداية بدي أعرف كيف نجوى عملت هذا الشيء، كيف قدرتي تطلعي من هذا الحزن؟ بكل مشاكلنا وصعوباتنا ما في غير الإيمان والصلاة بيقدروا يخلوك تتخطى كل الصعوبات. هيدا أصعب كيس مر علينا بحياتي، بس الوقت دايما كفيل بكل شيء. الناس مش لازم تعيش بهمنا، مش لازم تعيش بأحزاننا، وهذا الشيء أنا بآمن فيه. ولهيك قررت نجوى أنها تطلق تيزر أغنيتها الجديدة تعا بورد بقلبي بأول لايف من Arabs Got Talent، واللي عملتها إهداء لروح أخوها نقولة. لكن اللي ما بيعرفوا المشاهدين إنه هالتيزر كانت مصورته قبل وفاة أخوها. خلي يجرح قلبي يروح. صراحة قبل ما طلعنا على برنامج جوت تالنت لايف كنا عم ناخذ سيانس فوتو، وكان ثاقبت انه كان كله اسود واسود وابيض، فقلت لهم يخرب بيتكم كانه عم نعمل شيء حداد بالتحديد، يعني ستيليست سيدريك ما خلي لي شيء اسود بالسوق، الى ان اجت المشكله وكانه كنا محضرين. وببوست على انستغرام نجوى شكرت كل الناس اللي وقفوا حدها وواسوا، وخاصه عائله MBC يلي اجلوا عرض اول حلقه من البرنامج احتراما لمشاعرها. وشكر كثير 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 كبير لها ولكل القيمين وكل المسؤولين وللجنه التحكيم يلي حدي مثل اهلي واكثر وكل المسؤولين عن البرنامج. واجواء التاثر سيطرت على الحلقه رغم انه نجوى كانت طلت لتسعد الناس. انت كنتي ظهرك للجمهور، ما شفتي لما دمعتي كانوا كثير في ناس عم يبكوا معك ورا، هدول ما شفتيهم انت؟ صدق المشاعر بيوصل للناس، ونحن بعد الموضوع بعده جديد، وطبعا مش معناته انه الواحد بينسى اذا مرقت الايام، ولكن قلت لك لازم نرجع نكفي ونعيش، لانه نحن ولاد الامل، ولاد الحب، ولاد الرحمه. وهذا الشيء باول مقطع باغنيتك اللي نزلتيها من شوي، مزبوط؟ نعم مزبوط. كيف لي قلب خلي يجرح قلبي يروح، وما ضل غير وذكر من عين الحبيب. كان مقصود ولا هي؟ لا ما في شيء مقصود بحياتي كله. كانوا يقولوا لي اذا صار معي شغله ونزلت البوم يقولوا لي كيف انت مسقبتيها، بقول لهم لا ما في شيء ثقبته. ومع انه نجوى ايمانها كبير ورجعت للاضواء بايجابيه وتفاؤل، الا انها اختارت الطل بفستان اسود من تصميم بالمان. امتى حتشلحي الاسود اذا قررتي ولا لا؟ بتعرف قلت لي امي عقلتها كبار، قالت لي يا امي لازم كل اللي بحبونا واللي ماسكين معنا شو بقولوا واقفين حدنا لازم نخليهم يشلحوا الاسود، لانه لو الاسود بيرجع الناس كنا بنصبغ اسناننا اسود. شو بتنصحي الناس دائما، لانه انت كثير ناس بتتبعك بتشوفك ايدل لهم، لما بيمروا بهيك ظروف شو يعملوا؟ يفتشوا على الثغرات البسيطه يلي ما قدروا حبوا فيها بحياتهم، ويجربوا يستلقوها ويحبوا لحتى ما يندموا على ولا لحظه الحب. وحبت توجه رساله كمان لكل محبينا من خلال إيتي بالعربي. بتمنى انه دائما تضلكم معي، لانه بستمد قوتي منكم او فرحتي وبسمتي بوعدكم مهما صار بالدنيا. الامل اللي بيساعدني عليه ربي وانتم. وطبعا معروف انه جمهور نجوى كرم كتير كبير وبيدعمها دايما، والدليل انه اغنيتها الجديده تعا بورد بقلبي صارت محققه لحد هلا اكثر من 400,000 فيوز على اليوتيوب. واول لقاء مباشر بينها وبين جمهورها في المغرب راح يكون يوم 17 ماي في مهرجان موازين على مسرح منصه النهضه.